بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أغلى وأحلى متابعين ومشاهدين، يا رب تكونوا بخير. رمضان طبعا على أبواب، وعايزين نخزن حاجات من ضمنهم الصلصة، إن كان بصل، إن كان أي حاجة عايز تخزن نقدر نخزنوها بتنفعنا في رمضان هنعملها. النهاردة هنعمل الصلصة زي ما انتم شايفين كده. عملت صلصة لونها طلع تحفة، وقوامها زي ما انتم شايفين كده قوام تقيل زي اللي في العلب بالظبط. هنشوف هتتعمل ازاي في منتهى السهولة، مش هتاخد معاكي وقت خالص، وهيبقى عندك مخزون لرمضان كله ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا جايبة طماطم. الطماطم دي على فكرة انا جايباها كانت ب5 جنيه، يعني يوم ما تلاقيها رخيصة اشتري منها مثلا كمية 5 كيلو 6 كيلو تعمليها صلصة هتنفعك جدا. يوم ما تلاقيها غالية ما تجيش جنبها، يعني تجيبي على القد بالظبط. فانا جوزي لقاها ب5 جنيه اشترى لي 6 كيلو، قلت نعملهم كلهم صلصة، مع اني كانوا يعني لونهم فاتح شوية، بس قلت ما فيش مشكلة. هنا بنقطعها نصين بس مش اكتر، بعد ما تغسليها تقطعيها نصين وتطلعي الزر بس بتاعها وتحطيها في اكبر حله ممكنه تكون عندك. زي ما انتم شايفين كده بقطعها انصص مش اكتر ولا اقل، ما بقطعهاش قطع ولا بحطها في خلاط ولا حاجه، انصص بس. هنقطع كل الكميه، وانا عندي هنا اهو بنجرايه هنقطعها، نقشرها ونقطعها كده ونحطها مع الطماطم. البنجر بقى بيدي يعوض اللون، لو في الطماطميه لونها مخضر لونها اصفر لونها احمرها خفيف بتعوض عنها، بتيجي لون حلو جدا. هنا بنجرايه حلوه كده حطيتها، ومعلقتين سكر او 3 معالق سكر على 6 كيلو، يعني كل 2 كيلو عليهم معلقه سكر كبيره. وهنحطهم على النار من غير ميه ولا اي حاجه، مش هتضيف لهم اي حاجه غير زي ما بقول لك على كل 2 كيلو معلقه سكر كبيره. والبنجرايه دي بتقشريها وتقطعيها قطع كده وتحطيها. زي ما انتم عارفين ان السكر بيعمل تعادل للحموضه بتاعه الطماطم، فبيضيع الحموضه خالص منها. بنضيفه طبعا، وبعد كده هتبصوا تلاقوا الطماطم غلوه في 2 نزلت الميه بتاعتها خالص. بعد ما تنزل الميه هتوطشي على الطماطم خالص لغايه ما الطماطم تطمني انها استوت والبنجر كمان استوي. كمان مش هتطلعي البنجر خالص، انتي هتضربيه مع الطماطم. انتوا عارفين البنجر كله حديد كله فايده، يعني هيضيف للطماطم فايده على فايدتها. فكله هيتضرب في خلاط، بالميكسر، بالهاند بلندر، باي حاجه انت عندك متوفره هتضربي الطماطم بيها. انا بالهاند بلندر كده، وفي نفس الحله على البوتاجاز، يعني مش هنحتاج نوسخ اي حاجه تانية. اللي عندها هاند بلندر اسهل حاجه في نفس الحله اللي بتعملي فيها بتضربي الطماطم بتاعتك لغايه ما تنعم خالص. زي ما انتم شايفين كده هنضرب الطماطم كويس جدا لغايه ما تنعم خالص. مفيش اي تكتلات او اي حتت للبنجر. هنبدأ بقى نصفيها في المصفى بتاعتنا. تحطي تحت المصفى كده حلة تانية او اي حاجة تشيل نفس الكمية، وتنزلي الطماطم بتاعتك في المصفى، وبدل المعلقة او اي حاجة تانية الهراسة بتاعت بطاطس دي بتساعدك جدا انك تصفي الطماطم في منتهى السهولة. زي ما انت شايفه كده بتدوسي بيها كده كانك بتهرسي البطاطس بتاعتك، هتبصي تلاقي كميه الطماطم كلها نزلت بمنتهى السهوله. ادي القشر طبعا ملهوش اي لازمه، هنرمي القشر وهيفضل الطماطم بتاعتنا لسه ما خلصتش لغايه دلوقتي، هنشوف هنعمل فيها ايه. شايفين برضو مش هنسيبها كده، هنضربها برضو بالهاند بلندر شويه عشان تنعم خالص. انا عايزاها زي الجاهزه بالظبط بالهاند بلندر. مش عايزه تضربيها واستكفتي على كده مفيش مشكله. انا بالهاند بلندر كده ضربتها كام ضربه كده على اساس تنعم خالص. بعد كده هنحطها على البوتاجاز تاني. حطيها على البوتاجاز وهنشوف نضيف لها اضافه ايه اللي هتخليها زي الجاهزه بالظبط. بعد ما تبصي تلاقيها غلت غلوه كده، اطمنتي انها غلت غلوه. احنا عايزين نعقموها بقدر الامكان عشان ما تبص مننا. هنجيب بقى 3 معالق نشا كبار. انا هنا حاطه 5 معالق نشا صغيرين، انت هتحطي 3 معالق نشا كبار على كوبايه ميه من الحنفيه عادي ساقعه. دوبيها كويس جدا وهنضيفها للصلصه.
فيها للصلصة وتصفيها كده بالمصفى عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وتقلبيها وتسيبيها على النار لغاية ما تبقبق كده وتتقل معاكي. انا عايزاها بالظبط قوامها زي قوام العلب اللي احنا بنجيبها الجاهزة او البرطمانات، بيبقى محطوط لها نشا. كمان معلقة اللي عايزاها تلمع تحطي معلقة عسل جلوكوز، لو عايزاها تلمع زي الجاهزة بالظبط. دي عسل جلوكوز بتحطي معلقه، بتعمل لها تعقيم وفي نفس الوقت بتخليها تلمع كده وشكلها زي الجاهز بالظبط. ما عندكيش مفيش اي مشكله، خلاص يبقى اكتفينا بالنشا والسكر والبنجر. زي ما انت شايفه انا غسلت طبعا البرطمانات اللي عندي وعقمتها كويس جدا، نشفتها كويس جدا، وبعد كده هنعبيهم ونحطهم في الفريزر. طبعا لازم تحطيهم في الفريزر علشان يعيشوا اكبر كميه من الوقت علشان رمضان، يعني ما تجيش جنبها خالص. استعملي بقى الطماطم اللي عندك السايبه اللي عندك وسيبي دي رمضان تلاقيها جاهزه، عشان طبعا رمضان وقت قصير واليوم قصير، بتبقي محتاجه تعملي اكتر من حاجه، فهتلاقي نفسك الحاجه جاهزه، ان كان طماطم ان كان بصل ان كان اي حاجه هتلاقيها جاهزه. شايفين القوام بتاعها زي الجاهز بالظبط. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. كانت معاكم فادية قاسم.